وده ميعادنا الأسبوعي مع روشتة الأسبوع الصحية. برحب بكم أصدقائي، وبرحب بالأستاذ الدكتور مجدي بدران، استشاري أمراض الحساسية والمناعة، وروشتتنا الأسبوعية لكل شبابنا وطلائعنا. صباح الخير يا دكتور. طبعا خيرات. ان شاء الله بكره وبعد بكره هنرجع كلنا المدارس بعد اجازه، بعد كسل، بعد فسح، بعد نوم. هنرجع الترم التاني، عايزين نكون اكثر نشاط، عايزين نصايح عامه بسرعه تقول لنا ازاي نستقبل الجزء التاني من العام الدراسي واحنا اكثر نشاط وحيويه وانتاج وعمل. وطبعا حضرتك احنا الوقت قليل، ومفروض في الترم الثاني ان شاء الله ما نتعطلش وما نغيبش عشان الامراض او اي نوع من المشاكل المزمنه لمرضى الحساسيات. يبقى نمره واحد نظافه الايدي، مش بس هتمنع ال 250 مرض اللي هم نتيجه العدوى بالميكروبات، ولكن ايضا الايدي النظيفه لا تحمل المواد اللي تسبب الحساسيه. يعني مثلا واحد ضوافره طويله، واحده ضوافرها طويله، بيطبع عليها تراب، عليها حبوب لقاح، عليها ماده بتعمل لها الحساسيه. يبقى هننظف ضوافرنا عشان الحساسيه، وعشان كمان نقي انفسنا من الامراض المعديه. اثنين، نظافه الاسطح. خلي بالنا السطح اللي احنا بنلمسه، سواء الديسك، سواء الكرسي، سواء الكيبورد، سواء المحمول نفسه، يبقى الاسطح اللي احنا بنلمسها بايدينا بتلوث ايدينا كتير، وده بيخلينا بعد كده لما يجي نلمس الفم او الانف او العين تيجي لنا مشاكل العدوى وكمان مشاكل الحساسيات. يبقى يا ريت قبل ما نشتغل في اي مكان، حتى لو في مكتبنا في العمل، ان احنا نكون معانا قطعه مبلله بميه او بمطهر ونمسح اي اسطح هنمسكها. كلنا نعمل كده، ودي عاده عندنا. وكمان ما ننساش ايد الباب وايد الحمام وايد الشباك والكوبس بتاع الكهرباء برضه نمسحه ونطهره، لان ده كله بيتعدد اللمس، وهي دي الاماكن اللي بتخلي الناس تنقل العدوى بينها في المجتمع بشكل عام. بعد كده كمان شرب الميه في العالم كله، واليونيسيف بيقولوا ان هناك نقص شديد في شرب الماء خلال اليوم الدراسي عند الطلبه. المشاكل ده بيؤثر على القدرات الادراكيه، وهي دي اللي بتخليني اقدر اتعلم او اقدر استوعب واقدر اشوف الحرف واشوف الرقم اللي قدامي وافتكر الجمله واتابع المدرس او اتابع الاستاذ في الجامعه. فلازم احنا يبقى الميه عندنا، وما نسمحش يبقى في جفاف داخل الفصول. الجفاف داخل الفصول هيخليني عندي نوع من العصبيه وقله التركيز، وهيخليني انا اتضايق وابقى عايز اخرج من الفصل او اخرج من المحاضره ومش مركز مع المحاضر. قله الماء كمان بتقلل المناعه وبتخلي عندي مشاكل كثيره جدا في المخ. ومش هننسى ان المخ نفسه 85% منه ميه، يبقى المخ محتاج الميه اكتر من الجلد نفسها. برضه العصبيه مهمه جدا في اليوم الدراسي. العصبيه بتزيد برضه في اليوم الدراسي بشكل عام عشان بيبقوا هم ما فطروش. يبقى لازم كلمه الافطار، والافطار لا يغني عن سندوتش المدرسه او سندوتش الجامعه. يبقى لازم اخد حاجه من البيت اكلها، لان قله التركيز بترتبط برضه بنقص المغذيات. ومش معقوله بنام 8 ساعات واخرج بره ما اكلش، او اضطر اكل الاغذيه السريعه اللي هي ثبت فعلا انها بتبطئ العمليات العقليه. يعني عشان انا اجاوب على السؤال، عشان افتكر المعلومه اللي انا ذاكرتها محتاج مجهود. المجهود ده بيقل مع الاغذيه الغربيه السريعه. تمام يا دكتور. احنا كمان الاسبوع اللي فات قلنا ان احنا ناكل 5 وجبات علشان نبقى صحاء، ويبقوا وجبات سريعه وخفيفه وفيها يا اما فاكهه يا اما جزر خيار، حاجات مغذيه. فيبقى هناخد الفطار الصبح ضروري في البيت، وهيبقى معانا ساندويتش، وهيبقى معانا حاجه ثالثه بقى اللي هي يا خضار خيار جزر كابوتشا، اي اوراق خضراء فلفل، او معانا موزه او برتقانه او جوافية، اي فاكهه. برضه حضرتك برضه قال نقص الماء يرتبط بقله الذكاء، بيقل انتاج الطاقه في المخ، بيضعف نشاط خلايا الدماغ، يؤثر على مستوى الذكاء ويسبب الشعور بالاجهاد السريع والكآبه. برضه في علاقه برضه ثانيه بين النعاس. في ناس كتيره جدا بتروح المدرسه او الجامعه يقول لك انا ما خدتش بالي من المحاضره اللي اتقالت، الدرس اللي اتقال، عشان هو ما نامش اصلا او نام غلط او نام في ضوضاء او نام ساعات قليله. يبقى خلي بالنا النوم الجيد بيرفع المناعه ويخلي عندي نوع من التركيز الجيد خلال اليوم بتاعي، الاداء بتاعي الدراسي او الجامعي. يبقى ناموا كويس وما تسهروش واصحوا مبكرا، وده مهم جدا ان احنا، لان لو ما نمتش هتنام في السياره، هتنام في وسيله المواصلات، هتنام في الدرس، هتنام في الامتحان. طيب دكتور مجدي بدران، يعني ده مهم جدا، بالاضافه الى ان احنا بقى نركز في المدرسه اكتر مع اللي بيتشرح، ان احنا نراجع اول باول، ان احنا نقسم الحاجات بتاعتنا، ان اللي عنده حساسيات يبقى واخد ادويته ومراعي كل ده هيخلي الترم الثاني يمر بسلام، والاولاد رغم انه يعني فترته قصيره فهيلحقوا بسرعه يستوعبوا ويجيبوا فعلا نتائج مميزه.
في حاجه كمان اسمها الربط. انا عايز الربط، يعني برضه من ضمن التفوق واساليب التفوق واسرار التفوق ان احنا بنربط. ما حدش يذاكر وهو قاعد بس عمال يبص على الكتاب، لا، لازم يربط. بمعنى يبقى لازم معاه قلمه، معاه لايتر، معاه حاجه صفراء وحاجه حمراء. وجد فعلا ان ربط المعلومه بالالوان وربط المعلومه بالحركه، انت مش عارف تفهم الدرس، طب قوم اتحرك، قوم كررها وانت ماشي. لو انا خدت المعلومه وانا قاعد تفرق عن انا بتحرك، اما انا ببذل مجهود وانا بتحرك او بس بكلف، انا بنشط السمع بتاعي، يبقى بحفظ عن طريق الفم، وان انا بنشط السمع وبنشط الرؤيه وبنشط ايدي خليها تكتب وخلي في الوان. ده فعلا بيبقى عامل زي الفيلم. ووجد ان المعلومات اللي متحركه، المعلومات اللي فيها الوان، اللي مربوطه بحاجه، اربطها مثلا بنجم او بعصفور او بشيء او باكس او حاجه غلط عمل عليها علامتين ثلاثه، ده فعلا بعد كده بيفيد في عمليه الاستدعاء. ان انا اما اكون ماشي افتكر اللون الاخضر، افتكر النجمه، افتكر لما كنت ماشي، وهكذا. ده بيخليني استرجع المعلومه بسرعه. تمام. استاذ دكتور مجدي بدران، استشاري امراض الحساسيه والمناعه، هنفكر اصدقائنا بسرعه 5 نصائح لزياده المناعه ولاداء دراسي افضل في الترم الثاني. نظافه الايدي، نظافه الاسطح، ساندويتش المدرسه وقبليه وجبه الفطار، شرب الميه، التركيز والنوم الجيد. تمام كده؟ شكرا جزيلا. نتمنى كل أصدقائنا يلتزموا بهذه النصائح البسيطة، واستنونا مع الدكتور مجدي بدران الجمعة الجاية 10:15 روشتة الأسبوع الصحية. شكرا يا دكتور وصباح الخير. شكرا جزيلا، صباح الخيرات.